بينما إنه موقف صنعاء يقولوا لنا أنهم فاتحينه من قبل 2 ولا يحتاج إلى تصريحات جديدة، بينما يطالبون الطرف الثاني في فتحه والعمل على الأرض مباشرة بدون تصريحات، كونهم قد فتحوها المرة الأولى ووصلوا إلى يعيس في العدة والشيولات ورفع الركامات والكذا. فعندما ناقشناهم قالوا لنا احنا فاتحين من قبل 2 ونشوف الطرف الثاني. وها نحن اليوم على مشارف مريس الآن، مناطق التماس فيما بين الطرفين، نقيس الأجواء ويتقبل الله من الجميع إذا صدقت النوايا. فنحن الآن عابرين إلى آخر مناطق من مناطق دمت. من هذه المناطق الآن مناطق تتبع مريس الذي هو يعيس، وهذا الاتجاه محسوب على أين مديرية قعطبة، وليس عاد محسوب على هذه. ولم يفصلنا الآن غير 3 كيلو من مدينة الجبارة أو 2 كيلو من هذه المناطق، 2 كيلو إلى داخل بين قرية الجبارة. فإن شاء الله نسمع خير ونصر على صنعاء أن يكونوا كما عهدناهم وكما قالوا لنا والسباقين في الموقف هذا، لأن احنا اليوم عندهم أصحاب الراية البيضاء ضيوف عندهم، فنشكرهم أن يكونوا السباقين والعيش المسارعين في فتح هذا الخط ونمضي من عندهم إلى عند إخواننا في مريس. وهذا الآن الساعة 8 صباحا من يومنا هذا، الساعة 7 صباحا من يومنا هذا، بزيارة الإخوة لنا إلى مدينة دمت أصحاب الرايات البيضاء، محمد القوسي ومحمد الجبري والأخ عمر الضيعة. وإن شاء الله إن يكرموهم حكومة صنعاء بما قالوه لنا سابقا، إنهم لا زالوا على العهد وإنهم لا زالوا فاتحين. وهذه أول نقطة من النقاط الذي هي مطلة على مريس، وإن شاء الله يكون خير.